الشرع. الكفار مخاطبون بفروع الشرع، لقول الله عز وجل: ما سلككم في سقر. خلنا نشوف. قالوا: لم نكن من المصلين، والصلاة من فروع الدين، ولم نكن نطعم المسكين، وهذا فرع من فروع الدين، وكنا نخوض مع الخائضين، يعني ما نمسك ألسنتنا عن الغيبة والنميمة، وهذا من فروع الدين، وكنا نكذب بيوم الدين، وهذا هو الذي كفرهم. فإذا أخبروا بأنهم عذبوا على ترك الأصول وترك الفروع. فلو لم يكن تركهم للصلاة في الدنيا سببا للعقوبة لما ذكروا أنهم عوقبوا على تركها. فإذا الكافر يوم القيامة يعذب على ماذا؟ يعذب على أمرين: على كفره أصالة، ويضاعف عذابه على أنه ترك الفروع. فإذا يعذب على الأمرين جميعا. وقال الله عز وجل: فويل للمشركين، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، وهي من فروع الدين. هذا على أحد التفسيرين بأنها زكاة المال، ومنهم من فسرها بزكاة الإسلام، فهما تفسيران في لفظة لا تنافي بينهما. والمتقرر عند العلماء أن اللفظة إذا فسرت بمعنيين أو أكثر لا تنافي بينهما حمل عليهم، لأن السلف يفسرون بضرب المثال كما ذكرت لكم سابقا. فهذه الأدلة تدل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. فإذا دخل وقت صلاة العصر فيجب على الكفار في أمريكا وأوروبا وفي كل مكان أن يصلوا العصر. يا شيخ أنت صاد؟ يصلوا العصر. طيب كفارهم الأمر بالشيء أمر به وبشرط صحته، فهم مأمورون بالصلاة وبالإسلام. مثل المحدث، بضرب لكم مثال بسيط إن شاء الله أن الله يوفقني فيه. شوفوا يا جماعة، الكفر شكرا. الكفر مثل الحدث، انتبه، كالحدث. لو دخل عليك وقت الصلاة وأنت محدث حدث أكبر، هل الصلاة وجبت عليك مع وجود الحدث؟ وجبت مع وجود الحدث؟ وجبت الصلاة. فإذا وجود الحدث لم يمنع من ترتب الوجوب في الذمة. لكن لو صليت مع الحدث فإذا أنت مأمور بالصلاة وبالطهارة. واضح؟ طيب شيل الجنابة وحط الكفر، هل وجود الكفر يمنع من الوجوب في الذمة؟ طيب يروح يصلي هو كافر؟ لا، أنت مأمور أيها الكافر بالصلاة وبشرط صحتها، لأن ما لا يتم الشيء إلا به فإذا أنت مأمور بالصلاة وبالإسلام. ما أسلم الوعد قدام. طيب مرت الصلاة الثانية ولا أسلم، طيب ماشي الوعد قدام، وامتروح. لم نكن من المصلين. فإذا الكفار مخاطبون بفروع الشرع. نخلص من هذا في كلمة خفيفة بسيطة جدا. إذا الإسلام شرط صحة لا وجوب. الإسلام شرط صحة لا وجوب. اكتبوها قاعدة عظمى: الإسلام شرط صحة لا وجوب. إذا الإسلام للصيام شرط صحة لا وجوب، الإسلام للحج شرط صحة لا وجوب، الإسلام للصلاة شرط صحة لا وجوب. إذا قولهم ولا تجب العبادات على الكافر هذه كلمة مجملة. لو أنهم استبدلوها بقولهم ولا تصح العبادة من كافر، صح، لأن وجود الكفر لا يمنع من الوجوب، فالكفر يمنع الصحة لا يمنع الوجوب. فإذا الإسلام بالنسبة للعبادات شرط صحة لا شرط وجوب. ومن القواعد أيضا